مفيش حاجة اسمها أنا زهقت الفراغ هيقتلني. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. المغبون هو المخدوع. يطلعوا إيه؟ الصحة والفراغ. الصحة دي مش العضلات، أنت بتعرف تمشي لحد المسجد، دي صح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس إلى أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ أنا يا رسول الله. من عاد منكم مريضا؟ أنا يا رسول الله. قال: من تصدق بصدقة؟ أنا يا رسول الله. سيدنا النبي قال له إيه؟ قال: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. أنا والله وأنا بقرأ الحديث ده وقفت وقفة مع سيدنا أبو بكر عايز أسأله سؤال، لحقت تعمل ده كله إزاي؟ لا، والكلام ده إيه؟ ده الصبح، ده لسه سيدنا النبي مصلي الشروق وبيسأل، يعني ما بين الفجر والشروق قايم صايم، دي سهل. زار مريض وشايع جنازة وتصدق بصدقة. أمال بقية اليوم بتعمل فيه إيه؟ والنبي كان بيدور على مسألة معينة، بيقول مين اليوم بتاعه مش عبادة بس، مين دخل في زكاة المعاملات، مين مستثمر حياته. ساعتين الأولانيين في الصبح مين احترقت بداياته عشان تشرق نهاياته. مش شرط تكون عابد زاهد عامل لك محراب ساكن فيه وقاعد تسبح ليل نهار، لا لا طبعا. شفتوا النبي سأل ازاي؟ مين أصبح صائم، مين عاد مريض، مين تصدق بصدقة، مين شيع جنازة. عايز يقول النبي إن الله يعبد بكل ما يفعل من أجله. كل حركة وسكون وسكوت وكلام تقصد به وجه الله عبادة تؤدي بك إلى الجنة. شوف إيه اللي عطاهولك ربنا وطلع منه. ينفق ذو سعة من سعته. استثمر حياتك، تخليش فيها فراغ للشيطان. اوعى الشيطان يسرق منك هدايا الله ومجوهرات المنحة الإلهية. الإمام النووي 45 سنة عمر الدنيا علما. دي ناس كانت عباقرة. ليس لهذا وصف إلا أن الله بسط لهم كرامة الزمن، تجلى عليهم باسم الحي فاستوعب الوقت ما يدفع المقت. بركة الوقت في العمر. رب عمر قلت آماده، يعني كان قليل واتسعت أمداده، دول الصالحين. ورب عمر اتسعت آماده 60 70 90 100 سنة مات، الله يرحم، لا يذكر. استثمر حياتك، تخليش فيها فراغ للشيطان، عشان لما يجي ضيف الموت يلاقينا مع النبي.